السلام عليكم. معكم عمرو، وان شاء الله الفيديو ده هتكلم عن الناس اللي هي لسه تبدأ اللعبة او اللي ما عندهاش خلفية قوي عن كل الحاجات اللي جوه اللعبة. فهتكلم عن اكتر حاجات كده اخطفها على طول ان شاء الله، يعني مطولش في الفيديو ده. تمام. ابدأ الاول معاكم بالحاجات اللي هي موجودة في الانفنتوري قبل ما اتكلم عن الحاجات دي. الانفنتوري عندك الالاينس توكنز دي، طبعا انت لو في الاينس زي الكلان او اللي كان بيلعب كلاش اوف كلان، دي زي كلان. مش هنفتح دلوقتي. اللي هو اللي بيلعب توكن، اللي بيلعب بكلاش اوف كلان، فبالنسبة للكلان دي زي الدونيت بس بتبقى بجولد. فبتاخد قصادها التوكنز دي، بتقدر تشتري من الاونلاين ستور، سواء بقى عايز تشتري بايز او اي حاجه. كلير تيكت دي على قد ما تقدر، تاني حاجه دي كلير تيكت على قد ما تقدر، حاول تجمع على قد ما تقدر منها عشان هتحتاجها بعد كده كمان في ان انت تخلص المهمه من غير ما تلعبها، فهتنفعك بعد كده. تمام. اوعى اوعى اوعى، اهم حاجه اوعى تضيع التيكتس دي على حاجه ما تستاهلش. ما تستحقش التيكتات دي تطلعها على اي حاجه ما تستاهلش. فخليها للشخصيات اللي هي ما بتطلعش ما بتطلعش بالستوري، او البايز بتاعتها سهله تيجي. انما بالنسبه مثلا لزي شارون، يلو جاكيت، الناس اللي هي البايز بتاعتها صعب انها تتجاب، او بينزل لها ايفنت كل فين وفين، او مش عارف لسه توصل للفلور 5 حتى في شادولاند. فالشخصيات دي بس اللي ممكن تطلع عليها التيكتس بس. يعني مثلا ستار لورد مش بيجي، بس برضه حرام ان انا اطلعه. ايرون فيست موجود في الستوري، فما طلعش عليه بالبايس دي. جوست رايدر روبي رايس ده مثلا انا عايز اجمع له، بس مش عارف اجيب له البايس، فاروح جاي عامل عليه التيكت وعامل يوز، واروح جاي مطلعه. بلاك بانسر وبلاك بولت موجودين، فما طلعهمش بالتيكتات. فهمت قصدي ايه؟ يعني ما تصرفش التيكتات دي على حد انت ما سهل ان انت تجيب البايس بتاعته، لان دي خساره تطلع، لان كل فين وفين اما بتجيلك. المايستري مش سهل انك يعني ايه تقدر عايز تطلعها لاي حد، مش تفهم انك كده كده بتوفر للستونز. يعني التير 2 بقى، التير 2 دي قصة لوحدها. حرام انك آه تطلع حد تير 2 خسارة فيه. يعني انا شرحت لكم او وريتكم هنا الشخصيات اللي تستحق انها يطلع لها تير 2. عندك كيت بيشوب طلعها، انا كل دول مطلعهم بتيكيتات الحمد لله، ما صرفتش عليهم اي حاجة غير الجيرز بس. تمام. فيوم ما تيجي تطلع بتيكت تير 2، عندك مثلا، يعني هو انت مثلا ايه زي مثلا، ثواني كده اوريكم الصورة عندي. انا مخلصت الجيرز بتاعته ماكس 20. لو جيت عنده هنا اهو، بيبقى قدامك طريقتين انت تطلعه تير 2. يا اما تعمله الحاجات اللي في الجنب دي، ان هو 800 البام البلاك انتي ماتر، والمية في ستونز دول حرام انك تطلع 1000 منهم. والتلتمية دي سهلة، مش قضية 300 ان انت تطلع 300 ستون. والبايوس سهلة انها تتجاب برضو، فمش قضية. بس بالنسبة لك اللي هتبقى صعبة ان هو الجولد 2 مليون ونص، مش شوية. 2 مليون ونص جولد مش شوية. فاسهل حل بان هو يطلعوه يبقى بالتيكت كده تير 2، تروح جاي سيلكت، مش هتقدر تطلعه تير 2 غير لما تمكسس له الجيرز كلها، تبقى كلها عشرينات. تمام. بعد ما تبقى كلها عشرينات تقدر وقتها تطلعه بالتيكت. غير كده مش عارف تطلعه بالتيكت. نفس الكلام لو هتطلعه بالجولد، وطبعا ما تطلعش بالجولد خالص دلوقتي، مش وقته تطلع بالجولد. حتى لو مخلص اللعبة ما تطلعش بالجولد. يعني في حاجات كتير أولى إن أنت تضيع 1000 ستون من دي، لأن أصلا بيوم ما بيجيلك في اليوم بيجيلك 40، وبتحمد ربنا إن جالك 40 مش جالك 30 كل يوم. ده لو بتخلص الرول اللي بتبوظ 5 مرات في اليوم، ف30 عشان تضيع 1000 منهم من ضربة واحدة كده، في تكة واحدة كده، مش سهلة. فما تضيعش ولا تصرف في جولد ولا تطلع حاجة ما تستاهلش. تطلع الشخصيات اللي هي تطلع تير 2. إن شاء الله هبقى أعمل فيديوهات عن الشخصيات اللي تطلع تير 2 بالظبط. تمام. دي كده قلت لكم على التير 2 تيكت، فما تضيعهاش على حاجة ما تستاهلش. لو معاك بزيادة وطلعت، سيبهم عندك، خليهم موجودين لحد ما تلاقي شخصية تانية تيجي جديدة تنزل فتطلعها وقتها. لأن الايفنت ده، الايفنت اللي هو ما كانش اللي موجود كل شهر ده، ما كانش موجود قبل كده. يعني كان نازل جديد. هو كده بقاله حوالي 9 شهور أو حاجة. فيعني ما كانش موجود قبل كده. انا لعبته وهو ما كانش لسه موجود. كانوا الناس كلهم اكتر اللي بيطلعوا، او ما كانوش بيطلعوا غير بالطريقه اللي قلت لكم عليها دي. فبعد ما كانش كتير بيطلعوا، بس بعد الطريقه دي ما نزلت بقوا ايه بيطلعوا على قد ما يقدروا ان هم يطلعوا الشخصيات اللي تستاهل، عشان خايفين الايفنت ده يخلص. لان الايفنت ده لو خلص هتلاقي نفسك بتحتاس بعد كده، مش عارف تطلع مين او تطلع بايه. تمام. دي كده بالنسبه للحاجات دي. تمام. دي مش قضيه، ولا دي قضيه، دي بتاعت اليونيفورم.
ودي بتاعت الفيلنسيس ريسيت، يعني مثلا لو لعبت بحد وعايز تلعب بيه تاني فبتعمل بيه مرة تلعب بيه تاني. دي طبعا بتاعت الاكس بي غنية عن التعريف يعني. بالنسبة للجيرز او الاوبليسكس، فدي بقى بالنسبة لها دي قصة طويلة، بحيث ان انت مثلا تطلع الشخصية على، بتحط للشخصية على حسب اللي هي عايزاه او اللي هي محتاجاه. يعني مثلا لو دخلنا هنا على مين، على كارنج بيحتاج ريكفري. بس كارنج، لو دخلنا على إلسا عندها أصلا في التيوتو بتاعتها اميونيتي 5 ثواني، فأكيد مش هحط لها انفنسبل أو هي عندها وهي عندها اميونيتي، فيعني لازم أحط لها حاجة تانية قصادها. تمام. فأنا رحت جاي حطيت لها كريتيكال دامج و140% دامج زيادة واميونيتي تستن، فدي في حد ذاتها برضو مش ايه يعني حاجة كويسة ان هي تساعد ان هي تقوي الشخصية اكتر. فانت ما تحطش حاجة هي مش ما تستاهلهاش. يعني مثلا هي بتضرب فيزيكال وانرجي، ما تجيش تحط لها كولد اتاك، يعني هي ما بتضربش كولد، يعني فيزيكال وانرجي. اللي بيضرب كولد عندك مثلا لو جالك كولد دامج ولا حاجة او مايند دامج، عندك المايند دي تضرب ده بيضرب اسمها ايه دي؟ نسيت اسمها. سوبر جينت بتضرب ضرباتها اكترها مايند، اهو مايند لو خدت بالك، وضربة اخيرة كمان مايند. يعني لو جالك مايند اتاك، لايت اتاك عندك مثلا سور اهو اللايت دامج بتاعته انا حاطط له لايت دامج وكريتيكال دامج هو كمان. ما تحطش البايوس بتاعتها او قصدي الاوبليسك بتاع الاوبليسك معلش، الاوبليسكس بتاعتها على شخصية تانية مستحقش. يعني بص هو هنا ضرباته كلها لايت جنبها، فما تجيش تحط لي برضه كولد او فيزيكال، هو ضرباته فيزيكال مش انرجي، لا انرجي سوري، ضرباته انرجي اتاك. فما تجيش تحط له انكريز دامج فيزيكال اتاك، فيعني معلش يعني اقلوا الكلام الله يخليكم. بس يعني فده اللي انا اقصد عليه، يعني لو ما تحطش حاجة غير شخصيتها. يعني ما تجيش حد مثلا بيضرب ده فاير، بيضرب فاير دامج، ما تجيش برضه تحط له كولد، يعني ده فليم اهو، ما تجيش تحط له كولد. او مثلا هو بيضرب فيزيكال اتاك، يعني فيزيكال اتاك ما تجيش تحط له انرجي اتاك. تمام. يعني وثب لو خدت بالك من الوثب الاوبليسك اللي انا حاطط عليها، انا بس بديكوا كذا مثال. ضرباتها كلها انرجي اهي، مش حاجه احط لها فيزيكال اتاك. لو خدت بالك هنا اجنور ديفense وانكريز دامج 260% اوف انرجي اتاك، يعني بيزود الانرجي اتاك ب 260%. فهمت قصدي ايه؟ ده بالنسبه للاوبليسكس، فمتطلعش حاجه او تحط حاجه لحد غير الاوبليسك بتاعته اللي تستاهل. وشوف فيديوهات او هعمل فيديو ان شاء الله بس لما اخلص الاول الموضوع الحاجات الاولويات اللي في دماغي، وهعمل فيديو لان انا كده كده ناوي كمان يعني اعمل ترايس كتير ان أنا اطلع اوبليسك نضيفة يعني. تمام. الايزو، بالنسبة للايزو فيبقى لو خدت بالك هنا مثلا، لو خدت بالك، لو بقى ده لو خدت بالك فيزيكال فيزيكال اتاك بيزود فيزيكال اتاك ب148%، طبعا كده 4 نجوم مش ماستري. تمام. احنا صوتي راح. وهنا اول اتاكس، فعلى حاول على قد ما تقدر تطلع الاول اتاكس اكتر من الفيزيكال اتاك، لان دي هتزود لو الشخصيه بتضرب انرجي وفيزيكال، فدي هتزود الاتنين مع بعض. دي بنفس الكلام اول اتاكس او انرجي اتاكس ساعات بتبقى موجوده، هي انرجي اتاك او اول اتاك. ودي بتعمل اول ديفense او فيزيكال ديفense، وساعات بيبقى في انرجي مفيش انرجي، وفيزيكال ديفense، ودي نفس النظام. فيعني ايه بيبقى نفس النظام ده كده. فلما تيجي حط بالنسبة للي هم ايه، اللي هم بيبقى 6 نجوم حمر عشان تاخد البونص على قد ما تقدر، اللي هو اللي لو بتعمل ايزو سيت بونص، يعني ايزو سيت بتاعك. ما تحطش اللي هو حاجات عادية. ممكن تحط بأي حاجة تافهة صغيرة لو هتطلعه مثلا 6 نجوم وتسيبه دلوقتي، ان اكيد مش هيبقى معاك، انا معيش غير 2، فمش هاجي احطهم على شخصية صغيرة تافهة او أولوية تانية، لا هسيبهم لشخصية بطلع فيها عشان تنفعني بعد كده، فبروح جاي حاطط الايزو بتاعها. بس ما تحطش اي ايزو، لان انت لو دخلت على الشخصية هنا، اي شخصية مثلا مش حاطط له ده حاجة يعني في الايزو سيت بتاعه، او حاجة تافهة لان لسه ما ظبطتوش. السيت بونص ده اللي هي بتكلم عليه هنا. تمام. لما تيجي تحط، انا حاطط له كده اي حاجة يعني ايه تقضي غرض لحد ما اخلص، لحد ما ابدأ في الشخصيات انضفها يعني. لو خدت بالك من الاورسيس بونص على قد ما تقدر طبعا انت هتدور على التمانية، اي نعم هتسحب منك جولد غبي، بس اللي بيبقى مطلوبين قوي اللي هو هواك اي اول واحدة، عشان خاطر الكول داون ديوريشن بتبقى سكيل كول داون والدوج بتاعتها، ففي اكتر حاجات بتبقى مطلوبة ليها. تمام. وتاني حاجة اللي هي باور اوف انجري هالك، عشان الاوجنور ديفense والكريتيكال ريت، فبتتحط للشخصيات اللي هي السكول كول داون بتاعها، اللي هي السكيلز بتاعتها ما بتاخدش وقت طويل على بال ما تحمل. تمام. والاوفر درايف بتحط مثلا لمين، لكارنج ان هي كلها اتاك، يعني بص قول اتاك، حط مثلا السترينج
all attack all defense critical damage و ignore defense و increase 40% to all attack. تمام. فدي برضو مش شوية اوفر درايف تبقى احسن واحدة فيهم تتحط للشخصيات اللي هي الجامدة اللي ما عندهاش سكيل كول داون ضعيف. ومولس جروت للناس اللي زي مثلا شارون الدمج بتاعها غبي بزيادة فمحتاجة ريكفري فبتحط لها ايه اي ام اولسو جروت. بس ما اعتقدش ان في تاني تحت بقى الباقي كله ما بيطلعش اصلا او ما يتحطلوش. تمام. بس ده اللي اقصده فلما تيجي تحط انت طبعا البونص بتاعك بيتغير. يعني مثلا 30 بيتغير على حسب ان دي ماكس الايزو بتاعتك ماكس ولا مش ماكس. فبيزيد النسبة مع كل مرة الايزو بيبقى فيها الليفل بتاعه عالي. الكاردز بقى ده محتاجة فيديو لوحدها يتشرح عنها لان انت اصلا على قد ما بتدور على الكول داون ديوريشن اللي هي تاني واحدة هنا لو خدت بالكو اللي هي السكيل كول داون بحيث الضربة ما تطولش معاك لان انت بتحاول تطلع على قد ما تقدر اللي هو يبقى الكروت عندك ماكس وفي نفس الوقت تستغل اكتر. سكيل كول داون بيبقى 35% زيادة وده يعني معناها 3 ثواني ونص بتقل الضربة. يعني مثلا الضربة لو ب15 تقل 3 ثواني ونص تبقى مثلا ب11 ونص. 11 ونص 11 ونص صح ولا 14 12 ونص 11 ونص يخرب بيت الجنب 11 ونص فبتبقى يعني 11 ثانية والنص بيقل طبعا مع الجيرز او ثانية ونص بيقلوا مع الجيرز. وهبقى اشرح لكم باهم الكاردز زي بنشر وسيفل وور وجرود دي. ففي حاجة زي كاردز كده هبقى اقول لكم عليها او بعمل لها فيديو ان شاء الله عنها. تمام. الماتيريالز بقى اول حاجه واهم حاجه هتحتاج تجمع لها الدبرز دي بتجمع لها من الريفتس اللي فيها يلو جاكيت ولوكي والكلام ده. بتجمع لها انك دي اللي بتطلع في الجيرز بتاعت التيم. فهتحتاج كل هيرو بيحتاج حوالي 2000 علشان يطلع من 0 ل 15 في الجير في الاوبليسك كل واحد بيحتاج 500 كل جير بيحتاج 525 فاربعة هيعملوا 1000 2050 او 2200 مش فاكر. والستونز بتجمع لها كده كده من الستوري عشان تطلعها المايستري بتاعهم ودي الستونز دلوقتي اللي بتجمعهم من الورلد بوس. تمام. اليورو ده يعني موال طويل لوحده وهيتكلف جولد غبي فطبعا مش هتطلعه دلوقتي او مش وقته دلوقتي انك تطلعه. دلوقتي بعد الناس الليفل 60 ان مش اي حد بيحطهم لازم تعدي الليفل 60 عشان تحط واحدة. تمام. والبيومتريكس طبعا مش محتاج نتكلم عنها. الحاجات بقى اللي جوه الجيم معرفش الايبك كويست ده لازم تخلصه كله طبعا عشان توصل تخلص سترينج فيه. والريسيرشز اللي جوه الميموري هنا طبعا عندك هنا موردو طبعا زي ما قلنا الشخصيات اللي هي تبقى في الأولوية التانية انها تتحط او الأولوية الأولى انها تتحط في التيم ان هو ينفعك في شادولاند. هو وانشنت وونج اوعى تطلعه ما يستحقش ان هو يطلع سبيد خرا معنى الكلمة ما تطلعهوش. وكايسيلياس جامد ان هو يطلعه ممكن يعدلك فلور لوحده في شادولاند ان هو يعدي كل حاجة. تمام. تمام. نسيت اتكلم عن الدارك ديمنشن. هنا عندك هيل ستورم ولا استنى هنا ساتانا تحط ليدرشيب وهنا هيل ستورم لو بتجمع له لو وصلت له ما تحطش بايظ عليه بقى طالما كده كده هتجمع له ال30 بتوع كل يوم بس انا هيسحبوا منك دبر الزياده. بس في نفس الوقت يستحق كل حاجه تصرفها عليه. هيل ستورم. تمام. بالنسبة لإيه تاني الورل بوس انفيجن ده برضه اخطفه كده ده بتلعب كل يوم مرة او زي ما انت عايز بقى دي كلها يعني ايه مسألة لك هي باخد 10 انرجي في التراي في المرة الواحدة بتخش تلعب وتفوز. تخش بقى ما التيم عندك هو كده كده بيطلعوا تير 2. التيم بتاعك بيطلعوا تير 2 سكيل ماكس عشان خاطر تفوز انت واتنين تانيين. وبتاخد البونص اللي تحت بقى بتيجي اخر الاسبوع وبتاخده. تمام. فيعني بالنسبة للنهاردة في مثلا 300 دبرز 300 مش شوية بتلعبهم وبعد ما تخلص اخر الاسبوع يخلص بعد كده بتروح جاي واخد الريوردز كلها اللي انت لعبتها بس اللي انت لعبتها اليوم اللي انت لعبته بس. تمام. الستوري هنا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت اعرفوا هتجمعوا لمين عشان خاطر تخلصوا الشخصيات المهمة الاول. السبيشال عندكم هنا كريستال الشخصيات دي سبيشال بقى بتعمل ايه. بيقعد 20 دقيقة بتلعب في مهمة واحدة. تختار مهمة اللي انت عايز تلعب فيها 20 دقيقة بتجمع لها وبتخلص على كده. عندك النيو افنجرز هنا وعندك هنا الانهيومنز شوف انت عايز تجمع لمين وقلتلكوا الشخص اللي عايزين تجمع لها. الدي اللي بتلعبها كل يوم مرتين بيجيلك فيها حوالي 115 ألف. وفي السبت والحد والاتنين بيبقى فيه 30% مور جولد.
فبتاخد 145,000 أو 140,000. الفيلن سيج بتلعب 3 مرات في اليوم وبتاخد الجولد بتاعها، كفاية الجولد بتاعها أصلا 110,000. وحاول على قد ما تقدر تاخد البونص بتاعها، تستخدم البونص بتاعها عشان تاخد جولد على قد ما تقدر زيادة، ساعات بيجي في البونص جولد زيادة. تمام. والورلد بوس زعماء العالم مش اي حد بيعرف يفوزوا غير اللي معاه شخصيات كتير كفاية ان هو يخش يلعب جوه. بس طبعا الشخصية اللي جوه بيبقى محتاجة رانك 6 انت تاخد، بحيث انت مثلا تدخل بأي تيم، وجوه بتاخد بقى اللي هو البونص ان هو يزود لك في الدمج زيادة، وبتخش بالنسبة لك الموضوع بيبقى سهل ان انت تفوز. تمام. ايه تاني؟ الالاينس بقى ده قصة لوحدها برضو. ايه دي تشالنج بتعمل كليم كل يوم. هنا بيقولك تايم لاين، تلعب تايم لاين 150 مرة، بتبقى على اللاينس كلها ان هم يلعبوا، فبتاخد ال30 انرجي. الالاينس ستور بعد ما بتعمل دونيت فبتقدر تشتري من الالاينس ستور اللي هي جوه، سواء انرجي عايز او كلير تيكت او اكسي بوستر. فانا طبعا مرشح لكش غير انك تشتري البايظ، او تحوش لمرة واحدة لحد ما توصل الالاينس ليفل 10 وتشتري البايظ اللي انت عايزها. تمام. ايه تاني ما اتكلمناش عنه؟ دي بقى قصة لوحدها برضو تاني. الالينس باتل هنا دي برضو بيجيلك على الميت كل يوم لو معاك الهيروز بتوعها، على كل يوم 500,000 و400,000. أول مرة نكري إنه يعني مش محدد لك حاجة تلعب بيها، تقدر تلعب بأي شخصيات معاك. ولما بتخلص بتاخد 200,000 أو 300,000 جولد. تمام. ده غير الستونز اللي بتاخدها والحاجات التانية اللي بتاخدها، والبايوز بتاخد 25 بايوز لشخصية وانت وحظك. تاني مرة دي الكومبات سوبر فالن، بيبقى مفيش غير كارنج ان انت تجمع له، تجمع له عشان خاطر بتشحن له يعني عشان خاطر اليوم ده. تمام. تاني يوم بتلعب بكومبات مش شرط سوبر فيلم بقى، عندك مون نايت قلنا اتكلمنا عنه ان هو هينفعك في الالاينس باتل. تاني حاجة ممكن تخش بسترينج بقى او اي حد تحت، مش محدد لك شخصية تحت تخش. تالت يوم بلاست مع يونيفرسال سوبر هيرو، عندك هيل ستورم سوبر هيرو يعدهولك وهو مع ليدرشيب هالك، ريد هالك. فهيعدهولك بسرعة يعني، هتاخد الجولد بتاعه وانت مرتاح. تمام. السبيد قلنا إلسا، والكومبات سوبر هيرو مون نايت ومعاه هالك او اي حد. يونيفرسال قلنا عندك هيل ستورم او كورفس جليف لو كنت طلعته، او اي حد من الرور للبوس لو طلعته. والبلاست ميل سترينج، اي واحد بلاست عندك بقى ميل. يلو جاكيت يقدر يقضي برضو. الفيميل شارون لو طلعتها وزب. الناس دي دور على حد الدمج بتاعه يكون جامد وفي نفس الوقت يعيش، بحيث ان انت تاخد الجولد وتخلص الايام بتاعت يونيفرسال سوبر فيلن دي. عندك بقى هنا يولو جاكيت تقدر يعدهولك برضو، يقدر يجيب لك في سكور حلو، هو وكورفس جليف، عشان خاطر تعرف يعني هو لو مات يصحى تاني ويكمل ضرب لحد ما الوقت ما يخلص، وتاخد اكتر وقت تاخد اكتر وقت وتعمل اكتر دامج عشان تاخد الجولد. او الريوردز اللي غير كده، واخر يوم بيبقى سوبر فيلن. اي حاجه سوبر فيلن عندك، وسبيد سوبر هيرو بيبقى إلسا مع كيد بيشوب او اي حد بقى. تمام. الكود يتعدى ما تقدر حاول تلعبها برضو، ان بيجي لك فيها في الريوردز بتاعتها تلعب كل يوم 5 مرات، بيجي لك في الريوردز بتاعتها ممكن يجي لك فيها جولد. فلو انت في اي بي على الميت هيجي لك 1,500,000 كل يوم. على الميت بقول لك، على الميت 1,500,000 كل يوم، ممكن 2,000,000، ممكن 3,000,000، ده انت لو عندك حظ فشيخ يعني ممكن 3,000,000. بس في العادي يعني 1,500,000. ولو انت مش في اي بي ممكن يجيلك 200,000 او 250,000 في ال5 مرات يعني، انت وحظك بقى. تمام. الشادو اند بتلعبها كل اسبوع، بتتغير على حسب الايام بتاعتها. بتخش جوه بقى دي فيها ايه مثلا يعني، الفلور بتخش مثلا الفلور واحد بيبقى كل مرة بيبقى فيه ريواردز. بايوس بقى لو اي حاجة، الخامس بيبقى فيه 60 بايوس، والعاشر بيبقى فيه 90. 60، هو 60 و90. 60. لا 60 وكام، انا نسيت والله. يعني بيبقى فيها بايوز يعني بس مش فاكر كام. فين فلور 5 فيها 60 و 60 و90. هو كلهم على بعضه يعني لحد ال15، لحد فلور 15 بيبقوا 225 بايوز. يعني لو وصلت يعني لو وصلت لفلور 15 بتاخد 225 بايوز كل اسبوع. فده في حد ذاتها يعني برضه هتفرق معاك كتير ان انت
تجمع الشخصيات على قد ما تقدر ان انت تفوز وتخلص. هي مش هتبقى سهلة، بس ان شاء الله هبقى اعمل فيديو ليها لوحدها، ان انت ازاي تختار الشخصيات او الشخصيات اللي تطلع تعدي في شادولاند. وهوريك وانا بلعب بيهم ان الشخصية دي تبقى سهلة ان انت تعرف تعدي بيها. هوريك الطريقة ان انت تعرف تعدي بيها. التايم لاين على قد ما تقدر اطلع والعب. يعني انا عن نفسي بنزل البلاتينيوم وانزل الجولد، وبعد كده اطلع مره واحده عشان ابقى الاول واخد الريوردز بتاعتها الاول 2500، او في الجولد ال 2000. فباخدهم وارجع تاني للفيبرانيوم، وارجع انزل تاني لحد الجولد، وبعد كده اطلع تاني عشان اخد الاول او التاني من العاشر عشان الكريستال اللي فيها. تمام. انا حتى بخسر نفسي والله. بخسر نفسي. بس ما تعملش الكلام ده غير لما يبقى معاك شخصيات ان انت تضمن ان انت هتفوز بسهوله، او لو حد لعبك هتبقى بتفوز بسهوله. يعني اكيد مثلا مش هخش ناخد الاول من ده وابص الاقي معاه مثلا دورمامو واودن، وانا لسه معيش غير سترينج بس. فلسه محتاج اطلع دورمامو او اطلع شخصيه ان انا ارد عليه واعرف افوز. تمام. فمش اي حد يعرف يعمل الكلام ده، فانت حاول على قد ما تقدر ما تضيعش الايام دي، لان لو خدت بالك من الليست في الاخر هيبقى مليون وميتين الف، والفيبرانيوم مليون ونص، وفي الجولد مليون بس. تمام. فانت على قد ما تقدر حاول تلعب السبعين مرة عشان تاخد المليون، لان هيفرقوا معاك اكيد في الجولد. بس مفيش حاجة تانية. الباتل وورلد دي بتفتح كل فترة او كل فين وفين، على بال ما تفتح وتلعبها بيجي لك فيها بايوز بقى او اي حاجة على حسب الايفنت نفسه. ما اتكلمناش عنه. مفيش، بس السمبل فينسيش تمام. بس دي كده الناس اللي بتبدأ لسه جوه اللعبة. وان شاء الله الفيديو الجاي هبقى اعرفكم الشخصيات التير 2 اللي تستحق انك تطلعها، واللور اللي بص هبقى اعمل له فيديو لوحده برضه ان شاء الله، ازاي تفوزوا او الشخصيات اللي تعرف تفوزوا بسهولة، وانك يبقى معاك تيم جامد. بس انت بس ركز على الشخصيات اللي قلت عليها في الفيديوهات اللي فاتت، وان شاء الله هتطلع بسرعة في الليفل وكل حاجة. شكرا. سلام.